ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بعد ما بدات ان انا اظبط فيه حسيت ان انا مش راضيه عنه. هقول لكم ليه بعدين انا مش راضيه عن الفيديو ده بعد ما بدات ان انا اظبط فيه علشان اعرضه على القناه وللمتابعين. اول حاجه هقول لكم ايه الوصفه اللي احنا بنعملها النهارده. هي عباره عن فخاره لحم او طاجن لحم بالخضار. حرفيا الوصفه دي من سهولتها ممكن تعمليها على طول وتعتمديها دايما. أصعب حاجة فيها هي تقطيع الخضار. الوصفة دي حرفيا بتحطي كل الخضار ني في اللحمة وتضيفيها في الفرن وما بتاخدش معاكي أي مجهود، ولكن هو بس الوقت السوا اللي في الفرن. هقول لكم الوصفة ازاي تطلع معاكم ناجحة، وهقول لكم كمان الغلطة اللي أنا عملتها وحبيت إن أنا أنشر الفيديو علشان التوعية. أول حاجة ضفتها هي معلقة كبيرة من الزبدة، مسحت بيها الطاجن علشان لما أدخله الفرن ما يتحرقش مني. لو انت حابة ان انت تكتفي بس بدهون اللحم، ممكن ان انت تحطي طبقة من الخضار زي الكوسة تحت علشان بيخرج مية كتير. فالمية دي هي اللي تحافظ على، يعني السوائل دي هي اللي هتحافظ على الطاجن وما يتحرقش منك بمدة التسوية اللي هتحطيها في الفرن. طبعا لو عندك اي نوع خضار في البيت متوفر ممكن ان انت تضيفيه. موجود بتنجان، بطاطس، بصل، فلفل، كوسة، اي نوع من الخضار متوفر عندك ممكن ان انت تضيفيه على الطاجن ده. أهم حاجة في الطاجن تقطيعة الخضار. لازم الخضار يكون متقطع قطع متوسطة، يعني سميكة شوية علشان ما يتهريش منك لما يدخل الفرن، وكمان ما يكونش شكله يعني هيستوي زيادة عن اللازم. بعد ما قطعت الخضار بتاعي ضفت طبقة من الطماطم في أرضية الطاجن بتاعي، لأن الطماطم كلنا عارفين إن هي بتحتوي على نسبة سوائل كتيرة، فهتحافظ لي على الطاجن. لازم أهم حاجة إن احنا نحط سوائل كتيرة، يعني خضار فيه سوائل علشان الطاجن بتاعنا ما يتحرقش، خصوصا إن أنا مش هضيف عليه ولا نقطة مية، واللحمة هتستوي بالبخار. بعد ما ضفت كل الخضار بتاعي في الطاجن رشيت عليه فلفل أسمر ومعلقة صغيرة من الملح، وبعد كده ضفت اللحم بتاعي فوق الخضار ورشيت عليه برضو فلفل أسمر ونص معلقة صغيرة من الملح علشان أبهر اللحم، وكمان أكون مبهرة الخضار بتاعي. حطيت عليه ورقة زبدة ولفيته بإحكام بورق فويل، بورقتين مش ورقة واحدة، علشان أتأكد إن البخار ما يخرجش بره الطاجن بتاعي. دلوقتي اكتشفت ان انا نسيت احط اهم حاجة وهو التوم. التوم طبعا بيدي ريحة حلوة للاكل وطعم حلو. رشيت التوم انا كنت مقطعاه قبلها وكنت ناسية ان انا اضيفه على فخارة اللحم او طاجن اللحم بتاعي. حاجة مهمة لازم ان احنا ما ننساهاش وهو تشغيل الفرن قبل ما نبدأ تحضير الطاجن بتاعنا. شغلت الفرن على درجة حرارة 250. دي لحم هتاخد معانا وقت طويل، ولازم الحرارة تكون عالية. طبعا لو انت حابة ان انت تعرفي وقت السوا، يعني المدة اللي هيستوي فيها، فانت ممكن يعني بعد ساعتين تدوقي حتة من اللحم تتأكدي اللحم استوى ولا لسه شوية. بعد في آخر نص ساعة في الفرن بدأت إن أنا أجهز العجينة اللي أنا هفردها على وش الطاجن بتاعي. هي كوباية من الدقيق، عليهم رشة ملح، رشة سكر، معلقة كبيرة من الزيت، عجنتهم بالمية. كانت عجينة ناعمة، ولما فردتها بسمك رفيع علشان تستوي معايا في الفرن. طبعا أول ما بتحطيها على الطاجن بتاعك بيكون خارج سخن جدا، فلازم إن انتي تتأكدي إن انتي من أول مرة حطيتي العجينة على وش الطاجن إن هي اتحطت مظبوط. الغلطة اللي أنا عملتها هي نوع اللحم. اللحم اللي أنا استخدمته لحم غنم، فأنا اعتقدت إن هو هيكون سريع في السوا، لكن بيتهيألي إن اللحم ده كان كبير، فخد معايا وقت طويل جدا جدا في الفرن، لدرجة إن كل السوائل اللي خرجت من الخضار ومن الدهون بتاعة اللحم اتشربتها تاني. فدي غلطة كبيرة حبيت إن أنا أعرضها ليكم. اللحم اللي انتوا هتدخلوه في الفرن لازم يكون متقطع قطع صغيرة، او اللحم انتوا مجربينه وعارفين ان هو بيستوي بسرعة جدا، علشان طبعا ما ياخدش وقت منك في الفرن زيادة عن اللزوم فيتشرب السوائل. لو اتبعتوا الخطوات ده واعتمدتوا على نوع اللحم يكون نوع لحم طري بيستوي بسهولة، حرفيا هتدوقوا احسن وافخم طاجن لحم بالخضار ممكن ان انتوا تجربوه.
بعد ما فردت العجينة على وش الطاجن دهنتها بصفار بيضة برشة من الفلفل الأسمر وضفت ليها حبة من البركة. دخلتها في الفرن اللي هو كان سخن، شغّلته من فوق علشان تاخد الوش الجميل اللي انتم شايفينه ده، وبعدين خرّجتها من الفرن. لو اتبعتوا الخطوات دي هتحصلوا على طاجن من اللحم تحفة. شكرًا للمتابعة.